أنا أذكر رحم الله الشيخ أبو زهرة. الشيخ أبو زهرة دخلنا عليه في دارة حدائق القبة بالقاهرة. بعد فترة اجى هو شوية بدين، بمجرد أن قعد التفت لي بتشنج. أنا كان ويانا محامي من بيت دراج من القاهرة، وياي الله يرحم سيد رضا الوردي وحج جواد واحد من أهل الكاظمية. قعدنا ثلاثة، التفت لي بتشنج بعدنا مو قاعدين. قال ايه حكاية المتعة دي عندكم؟ قلت له مولانا اولا احنا ضيوفك، وبعدين هاي حكاية المتعة عندكم مو عندنا. قال لي كيف؟ قلت له الان انتم اجماع المذاهب عندكم على ان الانسان يتزوج امرأة بنية ان يطلقها، يتزوجها وبنيته ان يطلقها، يتزوجها الصبح بنيته يطلقها العصر، وهي تدري وهو يدري، والعاقد يدري والولي يدري، بالاجماع عندكم جائز هذا. قال ايه شو المتعة شلونها حمراء خضراء؟ هاي المتعة هي مو متعة هاي عندكم؟ اذا نقد هاي عندكم هذا، تفضل هاي الكتب بين ايديكم شوفوها. قال لا هاي روايات ضعيفة. قلت له ارجوك لا تقول لي روايات ضعيفة، انا شغلتي هاي، مو انه انا متبعها وموجودة وان الروايات متينة واجماع فقهاءكم على هذا.